مدام رانيا اتفضلي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير، أهلا بيكي. والله حضرتك كل سنه وحضراتكم طيبين. والله وحضرتك نفسي من بألف زمان خير. اكلم حضرتك. نورتينا. والحمد لله على سلامه حضرتك يا شيخه عويده. الله يسلمك، كل عام وحضرتك طيبة. وحضرتك طيب بالصحه والسلامه. الله يكرمك. معلش انا عندي سؤال بس بعد اذن حضرتك. انا متزوجه بقالي 14 سنه. حضرتك معايا؟ احنا سامعينك. بس الصوت واطي عندي شوية. متجوزة بقى لها 14 سنة. انا على طول من ساعه ما اتجوزت انا وزوجي في مشاكل. يعني باسباب كتير، اهمها ان هو بيشرب. بيشرب؟ اه. مم. فدي طبعا عامله لنا مشاكل في حياتنا كلها. وانتي ما كنتش تعرفي قبل الجواز ان هو بيشرب؟ لا، انا الصراحه كنت عارفه فتره الخطوبه، بس قلت يعني ربنا يهديه هيتغير. وحاولت معاه كتير ان انا اغيره، بس ما حصلش، ما اتغيرش. فطبعا حصل كذا مشكله بيني وبينه، وكتير ان انا سبت البيت، وكتير ان انا يعني اتدخلوا ناس كتير من عنده ومن عنده. ومشكلتنا اللي ماشيه معانا بسبب الشرب ان هو كل ما بيروح شغل بيسيبه. علي صوتك بس شوية. بقول لحضرتك هو المشكله ان كل ما بيروح شغل بيسيبه. مش بيستقر في شغلانه معينه على طول، يعني في دروب في الشغل. فانا دلوقتي حاليا كتير سبت البيت، وكتير قلت ان انا مش هكمل، بس طبعا كان ناس كتير بتتدخل عشان معايا 3 اطفال. فناس كتير بتتدخل ان انا اكمل الحياه معاه وكده عشان ولادي. وانا نفسي اكمل معاه، ونفسي ان انا عشان ولادي ما تعبهمش نفسيا ولا اضيعهم وكده. فانا حاليا. ولادك عارفين ان هو بيشرب؟ نعم. ولادك عارفين انه بيشرب؟ عارفين. انا عندي بنتي عندها 12 سنه او 13 سنه. دي الكبيرة؟ بنتي الكبيره. وعندي ولدين. فطبعا بسبب الشرب ده هو بيعمل حاجات كتير غلط، وانا عرفت كتير ان في حاجات غلط بيعملها، واتاكدت يعني من ضمنهم برضو حاجات حاسه ان فيها هرمونيه. فانا عايزه اعرف هو انا يعني الصح ايه، ان انا اكمل معاه وادعي برضو ربنا يهديه، ولا ان انا انفصل واعيش حياتي واربي ولادي بعيد عنه. انا متاكده ان هو بيعمل حاجات كتير وحشه. ايه الشيء اللي يخوفه؟ نعم. ايه الشيء اللي يخوفه ويخليه يرجع عن اللي هو فيه؟ مفيش. انا حاولت ادخله ناس كتير، هو كل كلامه وانا ماليش كبير وانت مالكيش دعوه. طب لو هددتيه انك مش هتكملي مثلا، لو حس ان هو هيفقد بيته وهيفقد اولاده وهيفقدك؟ انا مشيت كتير، وفعلا بالفعل قعدت يعني حوالي اكتر مره غضبت فيها حوالي تقريبا شهرين كنت عند اهلي، بس بيجي يعمل مشاكل، ياخد العيال بالعافيه، يقعد يزعق عند بيت اهلي. فطبعا انا اهلي برضو على قد حالهم، وانا مش عايزه اتقل على اهلي برضو. هو اما بروح هناك ملوش دعوه بيا ولا بعيالي، ولا بيسال فيا، ولا يبقى عايز يبعت لي فلوس. هو عايزني على طول في البيت، مش عايز. طب هو ايه مميزاته من وجهة نظرك انت؟ هو طيب وغلبان، بس هو في موضوع الشرب ده هو يعني الشرب مسيطر عليه. هو بيشرب ايه يعني، كحوليات ولا بيشرب مخدرات؟ تمام. يعني هي كل مشكلته الشرب فقط؟ انما هو من ناحية المصاريف هي معانا؟ بيصرف؟ هي مش معانا. مش معانا. هي بتقول ان هو طيب وكويس، بس هي مشكلتها الكبيره معاه الشرب. يعني هي شايفه ان دي اكبر مشكله بينها هي وبينه. مشكله كبيره طبعا. ومشكله بتدمر الاسره، وللاسف كل واحد بيقدم على هذا الباب ويفتح عليه باب الشر ده ما يعرفش ان هو بيرضي نفسه وعايز يسعد نفسه في اللحظه بتاعت الشرب دي على ظنه. هو بيدمر نفسه. بيدمر نفسه ودمر الاسره معاه. طبعا. لما اولاده يعرفوا ان هو مدمن اي شيء ايا كان، ده كله بيبقى ادمان. لما الامور دي تؤثر على العافيه، لانها لابد ان تؤثر على العافيه، لان كل من خالف منهج الله في الطعام والشراب لابد ان يصاب دائما. واحد كده بياكل حاجه محرمه على طول، بيشرب حاجه محرمه، لابد طالما خالف منهج ربنا ان ينزل به ابتلاء. لذلك الشرب ده بيؤدي الى تدمير الكبد، يؤدي الى تدمير خلايا المخ، يؤدي الى العصبيه الزائده، ممكن الانسان يؤذي اقرب الناس اليه فيما بعد. فلذلك طيب في اوصاف كويسه، بس لو سبتيه ممكن يتدمر اكتر. بدل ما هي بتقول هي مش عايزه تسيبه، بدل ما هو شرب ممكن يبقى شربه حاجات تانية. على الاقل انت زي ما نقول كده الضمير الصاحي اللي كل شويه عماله
تفكريه بالطريق الصح. انا شايف بقائك معاه واجتهادك معاه ان شاء الله انه يسيب الطريق ده افضل من الانفصال.